السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة تامة يا رب. مساء الخير اللي بيشوفني بالليل، وصباح النور والفل والجمال عليكم يا اللي بتشوفوني الصبح. يلا بينا النهاردة نشوف اكل شوشو عامل لنا ايه النهاردة في المطبخ. زي ما انتوا شايفين عندنا طماطم، جزرة مبشورة، 4 بصلات، خضرة، شوية من الزيت، شوية من الثوم، البهارات بتاعتنا الجميلة، والرز. يبقى هنعمل ايه يا شروق؟ شايفاكي يلي على طول قلتي محشي. لا، مش هنعمل محشي. قبل ما نخش ونشوف هنعمل ايه النهارده، حطي لايك وشير وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. يلا بينا النهارده نشوف مع بعضينا هنعمل ايه. والنهارده هنعمل ممبار حبيب الملايين. يلا بينا نفضي لنفسينا مكان علشان نحط كل خطواتنا. بسم الله. عندنا ايه يا شروق؟ انا عماله اظبط كده. بسم الله. البوله بتاعتنا هننزل فيها بسم الله كميه الرز اللي انت عايزاها. انا مثلا عامله 2 كيلو، انت تقدري تحطي كيلو، كل واحد ومقدارته في الاكل بالذات. تمام. حطينا الرز بتاعنا اول حاجه. تاني حاجه هنحطها معانا 2 كيلو من الطماطم. عندنا 2 كيلو من الطماطم المضروبه في الخلاط، ومعاهم قرن فلفل حامي كده علشان يظبط لنا الدنيا. الممبار يا بنات، اهم حاجه في الممبار البصله بتاعتك تكون متخرطه تخريط تخين شويه، مش متخرطه ناعم. نمسك المعلقه بتاعتنا عشان مرات اخويا بتتفرج عليا وبتنتقدني تقول لي لا ما تعمليش بايديكي واعملي بالمعلقه، بس انا مش بعرف والله، بس هحاول علشان خاطر عيونكم وعيونها. نحط البصله بتاعتنا، وزي ما اتفقنا بصله الممبار لازم تكون متخرطه كبيره شويه وكتير. الممبار بيحب البصل يا بنات. ونحط التومه بتاعتنا، والتومه اختياري مش اجباري. تمام، يعني دي حاجه ترجع لك انت. عندك هنا حزمه من الشبت، حزمه من البقدونس، حزمه من الكزبره، وتقدري تقللي الخضره لو مش بتحبيها برضو براحتك خالص خالص خالص. طيب احنا قلنا في المقادير بتاعتنا كوبايه كبيره من الزيت علشان محدش يتوه مني. التركه بتاعتي النهارده هي الجزره، جزره مبشوره على الكلام ده كله بقى. بسم الله. طبعا ايه بقى يا شروق؟ نشوف ايه هي البهارات بتاعتنا. فلفل اسمر، بهارات مشكله، معلقه كمون، نص معلقه من الكزبره، الملح بتاعي والبابريكيا، وشويه صغيرين نفركهم كده من النعناع الناشف. امشي بكل خطواتي هتاكلي احلى شويه ممبار باذن الله. ننزل بالخلطه بتاعتي كده كل حاجه، وننزل كمان بالزيت. بسم الله. مش عايزين نسيب حاجه اهو كده. تمام التمام. ونقلب كل خطواتنا. طبعا المعلقه دي مش هتنفع، ما اكدبش عليكم، انا بحب اقلب خليط الممبار والمحشي بايديا عشان اتاكد ان كل حاجه دخلت في بعضها كده واتظبطت. انا بحب الممبار يكون نيف ني. نيف ني يعني ايه يا شروق؟ يعني الطماطم معصوره ومحطوطه، مش اللي هو بقى عامله التسبيكه زي تسبيكه المحشي. لا، نقلب الخلطه بتاعتنا وارجع لكم حالا. ورجعت لكم بعد ما خليت الخليط بتاعي كله متجانس مع بعضه. شايفين لون الخلطه وجمالها؟ اللهم بارك. وزي ما اتفقنا نعرف حاجتنا مظبوطه ازاي من ريحتها. يعني انا عندي خلطه الممبار كده بتقولي ما شاء الله مظبوطه مظبوطه مظبوطه، ودقت الحياء بتاعي فعلا مظبوطه 10/10. بصوا اللهم بارك. شايفين الخليط بتاعي؟ اظن مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. يبقى يا شروق عندنا كيلو من الرز
قصاده كيلو ونص من الطماطم عشان يكون اللون بتاعه احمر زي ما انتوا شايفين كده. كيلو من الرز، كيلو ونص من الطماطم، 3 بصلات كبار متقطعين متخرطين تخريط ناعم. ننسى بقى الكبه شويه، تمام، نخرطها على ايدينا تخريط ناعم. فصين 3 من الثوم، خضره مشكله، جزرايه. ونحط بقى التوابل بتاعتنا اللي تعجبكم يا قمرات. يلا بينا نشوف الممبار بتاعنا. ادي الممبار غسلينه كويس ومنضفينه، وهجيب السكينه حالا واشتغل معاكم على طول. بسم الله. كل واحد بقى شوف هو بيحب صباع الممبار قد ايه. يعني انا مثلا بحب الطول يكون قد كده. تروحي جايبه السكينه اهو زي ما انتم شايفين وقاطعين. شايفين الصباع قد ايه اهو. بصوا يا بنات يا قمرات، ادي الخليط بتاعي. انا عملت ايه؟ جبت هنا البوله بتاعتي وخدت شويه من الرز اللي هنا حطيته في البوله واركنه على جنب علشان لما اجي احشي ما بوظش الرز بتاعي كله. يعني انا هحشي الممبرايه بحط الممبار هنا في الرز وابتدي احشي، فما يبقاش كله بقى ايه دوت. يعني ما ينفعش اللي هو الممبار يتبقى منه الرز واشيله، تمام، لكن دوت نضيف اهوت. اتبقى يعني عوزت رز اخد منه واحط تاني على ده، ما عوزتش يبقى اغطيه واشيله واقول لكم هنعمل بيه ايه مره ثانيه ان شاء الله. يلا بينا بسم الله نبتدي نحشي على طول زي ما اتفقنا. البنات اللي ما بتعرفش تحشي اهو بنفتح الممبرايه كده بسم الله وناخد بايدينا ونبتدي نحط جوه. واهم حاجه في الممبار ما ينفعش نكبسه يا بنات خالص علشان الممباره ما تفرقعش مننا ونقول يا ريت اللي جرى مكان. واحنا بنحشي كده نبطط بايدينا كده اهو اهو. نقلب من الناحيه التانيه اهو، نفتح بصوابعنا الاتنين كده. وكل واحد وليه طريقه في الحشو، وكل ما تكتري البصل المتخرط في الممبار بجد بيديكي طعم تحفه وتسكيره تحفه. عفوا بعتذر. الممبار بجد من الحاجات اللي بتبقى في اكتر حاجه بتحليها هي البصل المتخرط، وبالاخص كمان لما بيكون البصل احمر عشان البصل الاحمر بيكون مسكر شويه عن البصل الابيض اهو. بس كده بننضف الممباره بتاعتنا كويس كده شايفين اهو. نمسح اي حاجه من عليها كده. الله اكبر الله اعظم اهو. الاذان بيأذن اهو شايفين. ماشيين معايا واحده واحده. اروح انا اكمل بقيه الكميه وارجع لكم على طول. رجعت لكم اهو وانا بكمل بقيه حشو الممبار. لقيت نفسي زهقانه كده هفضل احشي لوحدي، قلت لا افتح الكاميرا تاني ونحشي مع بعضينا ونرغي شويه. قولوا لي يا بنات في التعليقات ايه رايكم في حلقه ورك الرومي. شايفين ادي الممبار اهو. لازم نبططه كده علشان زي ما اتفقنا ما نبقاش مالينه قوي ويتهري مننا. نمسك واحده واحده كده ونقطعها ونبتدي نحشي. في ناس بقى بتعمل الممبار دوت جنب محاشي، في ناس بتعمل الممبار جنبه شويه بطاطس وفل ونعمه من عند الله. احنا بنعمل الممبار مفيش اي حاجه تانيه جنبه، هو ممبار وبس. زي ما انتوا شايفين بنحشي اهو بكل سهوله. البنات اللي ما تعرفش تنظف الممبار ازاي تدخل على النت، بس مش عندي في الصفحه، تكتب طريقه تنظيف الممبار. دلوقتي بقى في طرق سهله سهله سهله، لا بمعنى كلمه سهله. في جزارين بيبيعوا الممبار متنضف بجد خالص. يا دوبك بتجيبيه بتشطفيه بشويه ملح وليمون فقط. ما تحطيش خل على الممبار علشان الخل من الحاجات اللي بتثبت الزفاره، مش هتشيلك الزفاره هتثبتلك الزفاره فيه. انت اغسليه بليمون وشويه ملح واسمعي كلامي وقولي لي النتيجه ايه. اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهو بحشي كويس اهو. ساوي بايديا كده امسك الممباره
اهو، وامسح كده بايديا مخليش اي حاجه عليه. نعمل واحد تاني مع بعضينا. قلتلك الحجم بقى ده انت اللي بتتحكمي فيه. في ناس بتحبه طويل، في ناس بتحبه اصغر من اللي انا عاملاه كمان، براحتك خالص. بسم الله اللهم بارك. اهو يلا مع بعضينا اهو. بنحط زيت ليه يا شروق علشان يخلي الرز مفلفل من جواه وما يعجنش، ويسهل معاكي الحشو زي ما انت شايفه اهو. اللهم بارك. بصي في ثواني بتحشي، في ثواني بتاخدي كده اهو وبتحشي على طول اهو من غير اي حاجه. نظبط هنا مثلا مش قادرين نكمل، بنقلب الناحيه التانيه اهو. نمسك الفتحه برضو اهو ونحشي على طول اهو. نقلب كده طول ما احنا بنعمل، نقلب بايدينا الرز علشان الصلصه تبقى معانا في كل حاجه. هنا بقى ما ينفعش خالص المعلقه بقى والكلام دوت، ولا جوانت ولا بتاع، لازم نعمل كل حاجه بايدينا علشان نكون ضامنين ان الاكل بتاعنا ايه، مظبطين. يعني الملح دخل في كل التوابل، مهما هتقلبي بالمعلقه الملح دخل في كل التوابل. الملح دخل في كل الخليط بتاعك، لان المعلقه عمرها ما هتظبط الملح والبهارات بتاعتك في الملح. يعني احنا حطينا الملح والبهارات في الرز وقلبنا، لو قلبنا بالمعلقه بس عمره ما هيكون، مش هتخلي الخليط متجانس كويس مع بعضه المعلقه، لكن ايدينا بتخلي كل حاجه متجانسه مع بعضيها. كفايه رغي بقى كده. نكمل بقيه الممبار مع نفسي وارجع لكم وانا بسويه وهقول لكم هسويه ازاي. بس قبل ما ارجع لكم هملى ميه واحطها على النار عشان تغلي على ما اخلص كميه الممبار اللي عندي. زي ما انتم شايفين يا امارات انا حشيت الكميه بتاعتي كلها اهي، اللهم بارك ما شاء الله. عملت لنا كميه حلوه. عندنا هنا تعالوا مع بعضينا زي ما انتم شايفين الميه بتاعتي بتغلي. هننزل فيها ايه يا شروق؟ هنحط ورقتين من اللورة و2 كوبيبه صيني، كام شويه وكام فص حبهان كده، وسنه بهارات وسنه فلفل اسمر وشويه من الملح. ما انا لازم ابهر الشوربه بتاعتي، بس ما تكتريش ملح علشان ما يفرقعش منك. ونبتدي بسم الله ننزل بالممبار بتاعنا واحده ورا واحده كده بسم الله. واول ما بتحطيه بيقفل من الناحيتين على طول. نضرب كده عشان الميه اهو بسم الله زي ما انتم شايفين اهو مع بعضينا بسم الله. هنزل بالكميه بتاعتي وارجع لكم. قلت لكم كذا مره يا امارات اعرف ازاي ان حاجتي مظبوطه. اللهم بارك. نزلت في الشوربه الله اكبر، الريحه تحفه تحفه تحفه. جربوا الممبار بطريقتي وحطوا الثوم والبصل كده زي ما قلت لكم، بجد مش هتندموا. اهو خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. نسيبه بقى يتسلق براحته. بس استنوا نجيب معلقه كده، خليكم معايا ثواني. ننزل اللي على فوق ده كده بس كده، ونغطي عليه نص ساعة ربع ساعة، ونرجع نبص كل واحد على حسب نوع الممبار اللي عنده. يعني انا ممكن دوت ربع ساعة بالكتير ولا استوى، ممكن اقل، في ناس ممكن يقعد ساعة، في ناس يقعد نص ساعة، فلازم نختبره. تمام. قبل ما اطلعه من الشوربة واقول لكم ان استوى هرجع لكم واوريكم ان شاء الله. بس طبعا كلنا عارفين ان هو بيستوي امتى، بنختبره بالشوكه. دخلت الشوكه بكل سهوله يكون كده استوى معانا، ونحمر الممبار على طول. يلا بينا نغطي عليه ونسيبه يستوي براحته وارجع لكم بطبق التقديم ان شاء الله. خلاويص خلصت الممبار بتاعي، اللهم بارك، ريحه وطعم وهم. شايفين اللهم بارك طعمه جنان جنان جنان، والريحه مش قادره اقول لكم ما شاء الله عامله ازاي. يلا مستنيه تطبيقاتكم ووصفاتكم الحلوه. وروني النتيجه بتاعتكم ايه انتوا كمان. انا النتيجه بتاعتي 10/10.
مستنيه. بصوا عايزه اقطع لكم واحد بس مولع، عارفين يعني مولع؟ بس بصوا دايب ازاي ومستوي والريحه جنان جنان جنان. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. استنوني في حلقه جديده مع وصفه جديده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.